إذا توصلكم نفس الرسالة اللي وصلتني لا تفتحوها أبد، لأنه أني فتحتها وندمت. قبل فترة كانت الدنيا ليل وأنا كنت قاعد وحدي بالغرفة، ووصلتني رسالة كلش غريبة على تطبيق الواتساب من رقم غريب، وكان الرقم مو عراقي. كان مكتوب بالرسالة: ترى أنت مو وحدك بهاي الغرفة. وأني انصدمت. بالبداية قلت إنه هذا واحد دازها بالغلط أو صاحبي جاي الشاقة وياي، لأنه شنو أنت مو وحدك وأنا كنت قاعد بوحدي بالغرفة. بعدين ورا 5 دقايق تقريبا اندزت رسالة ثانية كان مكتوب بيها: ترى اليوم شفتك. أنا رديت عليه وقلت له: أنت منو ووين شفتني؟ وهو رد علي وقال لي: لا تسأل بس انتبه على نفسك. أنا قفلت التليفون وجاي أنام، قلت هذا واحد مجنون أو واحد من أصدقائي جاي الشاقة وياي. ورا شوية دز لي صورة، ومن فتحت الصورة أنا انصدمت، لأنه طلعت هاي الصورة هي صورة الباب مال بيتنا، صورة الباب مال بيتنا من برا. وبنفس اللحظة اللي دز لي بيها الصورة الباب مال البيت كان تندق. دقت الباب وأنا هنا حسيت شوية بخوف، لأنه كنت بوحدي بالبيت وأهلي كانوا كلهم طالعين. بالبداية ترددت أروح أفتح الباب، بس بعدين رحت حتى أفتح الباب وصحت منه ما حد جاوب. وبنفس اللحظة دز لي رسالة كان مكتوب بيها: لا تطلع هسه. فأنا إيش سويت؟ رحت فتحت الباب وكان ماكو أي شخص، الشارع كله فارغ. فأني هنا عرفت إنه هذا الشخص يعرف مكاني. اتصلت عليه ما يرد، أقول له أنت منو ما يجاوب. دز لي رسالة وكانت آخر رسالة من هذا الرقم، كان مكتوب بيها: مو كل رقم غريب يعني غريب. بعدين الرقم انمسح من كيفه، حاولت أتصل عليه ماكو. دزيت رسالة ما توصل. رحت طلعت بالباب ماكو أي واحد. بعدين رحت نمت وقعدت ثاني يوم. رحت غيرت رقمي وكسرت السيم كارت، ولحد الآن ما أعرف منو كان صاحب هذا الرقم. بس الصراحة أني شاك إنه هذا كان مقلب من أحد. أنتم شو تقولون؟ وهم صاير وياكم هذا الشي؟ اكتبوا لي بالتعليقات.